غدايا النهارده في منتهى الجمال. جبت عندي حله ضفت فيها معلقه من السمنه البلدي، فص من المستكه او مساحه المستكه عندي. نزلت باللحمه بتاعتي علشان خاطر اديها صدمه. بعد كده غيرت اللون، اديتها رشه من الفلفل الاسود، وبعد كده هنزل عليها بالبوكيه جرنيه بتاعي، فلفل اخضر، طماطمايه، جزرايه، معايا كمان حبه بصل وورق اللورا والحبهان. وبعد كده نزلت عليها بالميه السخنه. هسيبها بقى تعيش حياتها، وتعالوا نجهز الصلصه. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الفته المصريه، فته اللحمه بطريقه سهله. معايا فصين من الثوم في الماده الدهنيه، نزلت عليهم نص معلقه من الكزبره. بدات ان انا اشم ريحه الثوم كده، طشيتها على طول بثلاث معالق من الخل، وبعد كده ضفت كمون وملح وفلفل ونص معلقه صغيره من السكر والطماطم بتاعتي. هسيب بقى الصلصه برضو تعيش حياتها. قطعت العيش عندي وبدات ان انا احمره في الماده الدهنيه اللي هي الزيت، واديته اثناء التحمير رشه كده بسيطه من الملح والفلفل والكمون. بتنكه لي العيش وبتديله تطعيمه حلوه. خلصت الصلصه، هبدا بقى ان انا اعمل الرز. برضو معلقتين من السمنه اول ما سخن، ونزلت عندي بالرز طبعا مغسول ومتصفي، وبعد كده ضفت له الملح ونزلت عليه بالميه السخنه، وهسيبه طبعا لغايه لما يشرب كل المرقه بتاعته، واسويه على نار هاديه. اللحمه بتاعتي بدات ان انا احمرها. مش عايزه تحمري اللحمه وتسيبيها مسلوقه، براحتك خالص. جهزت طبعا طبقات الفته بتاعتي، الرز والعيش، وبدات اسقي